ستبدأون هذه المباراة بعقلية إيجابية. سوف رأيناكم تلعبون المباراة الأولى أمام هذا المنتخب، وها هو القدر يعيدكم الآن للعب المباراة الأخيرة أمامهم. هذا صحيح. لو قيل لنا في بداية البطولة أننا سنواجه كرواتيا لمباراة الترتيب لا أظن بأننا كنا سنتوقع ذلك، ولكن نحن سعداء بهذا الأمر. المنتخب الكرواتي قوي جدا، ورأينا مدى صعوبة المباراة الأولى أمامهم. ربما الآن الضغط أقل دون شك. كلا المنتخبين سيكونان متحرران ويحاولان الفوز. أتمنى أن نرى مباراة جيدة ونحصل على المركز الثالث. مباريات الترتيب دائما ما تكون صعبة للتصرف، خاصة على المستوى الذهني بالنسبة للاعبين. كيف يمكن أن تجعل اللاعبين يركزون في هذه المباراة؟ كيف تشرك كل اللاعبين؟ كيف تتصرف مع كل إصابات اللاعبين وإلى ما غير ذلك؟ حاولنا أن نقدم أفضل منتخب ممكن للفوز مع الإصابات كما تفضلت وذكرت، كذلك بعد هضم الخسارة وتعود بعد يومين من خسارة نصف النهائي وتلعب، هذا صعب. كذلك كان هناك إصابات كثيرة في نصف النهائي والكثير من اللاعبين غير متوفرين، ولكن كما قلت من سيشارك اليوم سوف يقدم أفضل ما لديه، وسيحاولون استغلال فرصتهم لإبراز أنهم يستحقون اللعب أكثر